مشاهديني الكرام، مرحبا بكم. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير حلوى مغربية عريقة لكن بطريقتي، وصدقوني هي حلوى اقتصادية سهلة ولذيذة. هاد الحلوى هذه كتشبه إلى حد كبير حلوى أندلسية معروفة هنا في إسبانيا اللي كيسميوها البولفورونيس، لكن الطريقة كتختلف وبعض المكونات فقط. فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي وتجربوها، وشكرا لكم. وعلى بركه الله نبداو في تحضير الحلوى ديالنا. حاجتنا 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، وتكون من النوع الجيد. رشه ملح. ممكن ما كتشوفوا اليوم معايا المساعده ديالي ياسمين متحمسه بزاف باش تعاوني. غادي نزيدو هنا كاس ديال السكر كلاصي، ما يعادل 150 غرام. غادي نخلطوا هاد الزبده مع السكر حتى نرجع الخليط يعني على شكل بوماد نخدموها مزيان. المهم انا غنستعمل اليد ديالي وانتم لكم الاختيار. المهم غنخلطو مزيان حتى ينسجم كل شيء، وغادي نكملو باقي المراحل. ودابا غنزيدو نفس القياس ديال اللي قيسنا به، يعني الكاس اللي قيسنا به السكر كلاصي نديروه ديال الزيت، كاس ديال الزيت النباتي، ونخلطو مزيان. ونزيدو نص كاس ديال ما زهر مع الخلط المستمر. وياسمين متابعاني ومركزه مسكينه معايا، الله يرضي عليها، وهي كتفكرني ماما شنو زدتي شنو هذه. هي حفظات الحلوى ياسمين، الله يرضي عليها والله يحفظكم وليداتكم كاملين ان شاء الله. ودابا غادي نزيدو كاس ديال اللوز والقرقاع مقطعين صغار، يعني ما محمرين ما والو. كاس خليط ما بين اللوز والقرقاع اللي هو الجوز، ونص كاس ديال الزنجلان اللي هو السمسم، كذلك هو يعني ما محمر ما والو. المهم منقي مزيان، مغسول منقي مزيان بطبيعه الحال، وكنخلطوا كل شيء مع بعض. ودابا غيجي وقت ديال غادي نزيدو الدقيق. هنا الدقيق تقريبا يعني ما عارفه شحال دخلت فيه، لكن الدقيق حسب الخليط. غتبقاو تزيدوا الدقيق حتى تحسوا بالعجينه ما بقاش كتلصق لكم بيديكم، وتما غادي توقفوا. تقريبا تخلي يكون هنايا شي كيلو الا ربع، يعني ما كاملش كيلو. زي ما كتشوفوا هي العجينه، هذا هو القوام ديالها، ما كتلصقش صراحه. كتقدر تشكلها على شكل كويرات هكا، ما كتلصقش. هذا هو القوام اللي محتاجينه صراحه. انتما كتشوفوا هذا هو القوام، وغادي ندوزو ان شاء الله نشكلوا الحلوى ديالنا. مهم تشكيل الحلوى على حسب، يعني نتوما لكم الاختيار، اما تخليوها على شكل غريبه وتزوقوها بالفرشات ولا بالسكين، يعني نتوما. وكاين داك القباطات هكايا باش كيزوقوا، يعني نتوما في المغرب راه ما شاء الله عندكم اي حاجه اللي قلبتوا عليها كاينه. المهم حنا هنا في الغربه انا ما صراحه ما عنديش. طاحت عليا فكره، انا قاعده كنصوبها بهاد القطعه هذه ديال التفاح، الا اكيد كتعرفوها.
وكيجي الشكل ديالها صراحه كيجي شكل حتى هو زوين. المهم هذه كفكره انا بغيت نشاركها معكم، فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وانتم لكم الاختيار، ولا ديروها يعني بشكل طويل هكا وديروها في كويغطات، يعني لكم الاختيار. انتم ما شاء الله عليكم كلكم راكم عندكم يعني تقدروا يعني كلكم مبدعات ما شاء الله ومبدعين، لكم الاختيار. وهادشي اللي كاين غنكمل ان شاء الله هاد التفصيل هذا. وانا في هذا الوقت هذا راني كنسخن الفران على درجه 170 درجه، غادي نطيبو من التحت ان شاء الله، ومن بعد غادي نحمروها ان شاء الله من الفوق. وهادشي اللي كاين، وغادي نكملو باقي اخر مرحله. وهذا شكل التفصيل ديال الحلوى بعد ما طابت. انتما كتشوفوا كي كتجي بحال وريضه هكا متفتحه، كتجي صراحه شكل يعني مزيون، يعني بدلنا شويه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره هذه وجربوها. المهم نخليوها ان شاء الله تبرد، وغادي ندردروا عليها سكر كلاصي. انا كنفضل ندير عليها غير من الفوق هكا سكر كلاصي، حسن ما نديرها يعني كامله في سكر كلاصي. هانتوما كتشوفوا غادي نرشوا عليها سكر كلاصي ونقدموها بالصحه والراحه، ولكن يفضل تخليوها تبرد الاول وعاد تزينوها. فكنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الاقتراح ديال هذا اليوم، وتجربوا الحلوى وصدقوني حلوى لذيذه، واهم شيء انها حلوى اقتصاديه وبالصحه والراحه.